شاب فرنساوي غير من شكله لدرجة ان هو قطع صوابعه ومناخيره وقال انا اعيش في الكوكب الخطأ ومع الناس الخطأ. يا ترى ايه اللي يخلي شاب وسيم يشوه جسمه؟ أنتوني ليفريدو كان شاب رياضي وسيم، وبسبب لياقته البدنية اشتغل حارس أمن. حياته كانت روتينية من الشغل للبيت ومن البيت للشغل، وده خلاه يحس بالملل، فحب يكسر الملل دوت ويغير روتينه. فعشان يسلي وقته فبقى يدخل على الإنترنت ويعمل سيرش على الحاجات الغريبة، وبالصدفة يلاقي من ضمن نتائج البحث مواضيع عن الفضائيين، وتجيله تساؤلات: هل فعلا الكائنات الفضائية دي موجودة؟ وهل ممكن يقتحموا حياتنا؟ طب لو اقتحموا الأرض هيتصرف معاهم ازاي؟ فضلت التساؤلات داخل دماغ أنتوني، فحب ان هو يبحث اكتر عن الفضائيين ويجمع معلومات اكتر عنهم. فبقى يتفرج على فيديوهات لاشخاص حولوا نفسهم فضائيين عن طريق عمليات التجميل، ومن هنا يجيله الرغبة انه يتحول من شخص عادي لكائن فضائي.